رسم 10 تاتوهات على جسمها وبترقص باليه واتحرمت من أبوها وعاشت مع جوز أمها، فقدت عمودها الفقري وبتعشق البحر والسفر، وصلت قرابة بتجمعها بالفنانة جميلة عوض. أسرار ملك بنت الفنانة رانيا فريد شوقي، يا ترى إيه حكاية التاتوهات على جسمها وليه اختارت طريق غير التمثيل؟ إزاي ما شبعتش من جدتها وليه ما فيش صورة جمعتها مع جدها وحش الشاشة؟ كل الأسرار والحكايات هقول لكم عليها في الفيديو ده، بس تابعوني للنهاية. تشوفها تقول دي رانيا فريد شوقي بس النسخة المصغرة منها، كل حياتها دلع وشقاوة، عايشة سنها ومفيش حاجة معطلة عن حياتها. ملك عاطف عوض تبقى بنت مصمم الرقصات الشهير عاطف عوض، وده يبقى ابن الفنان الكوميدي المعروف قوي محمد عوض. اصل محمد عوض الله يرحمه كان كوميديان حتى في اسماء عياله، خلف 3 ولاد هم عاطف وعادل وعلاء، والثلاثة بحرف العين. عادل شق طريقه في الاخراج، وعمنا عاطف اختار طريق الشغل ورا الكاميرا برضه، وبقى مصمم رقصات رغم انه ظهر في كذا مسلسل ومسرحية، بس الرقص هو حياته. وبنته خدت منه الموهبة وطلعت راقصة باليه. عاطف عوض اتجوز رانيا فريد شوقي لمدة 8 سنين، وربنا رزقهم بالقمر الصغيرة ملك اللي جدها من أبوها فنان كوميديان كبير، وجدها من أمها هو وحش الشاشة الله يرحمه فريد شوقي، يعني من عيلة فنية كبيرة جدا. ودلوقتي طبعا بتربطها صلة قرابة بالفنانة جميلة عوض. ملك عاطف عوض تشوفها تقول ملكة جمال ماشية على الأرض، فتاة موديل فعلا وبتعشق عروض الأزياء، ملهاش في التمثيل واحترفت رقص الباليه وبتدرسه كمان، لدرجة إنها راحت تدرس الباليه في برشلونة اللي بقت من أحب البلاد ليها. ملك عاشقة للتاتو، دي رسم حوالي 10 تاتوهات في جسمها، دراعها وإيديها وظهرها وجنبها، وكلهم في الناحية الشمال بس. اللغز إنهم في ناحية واحدة واخدين جسمها بالطول، محدش عارف. المهم ملك بنوتة شقية جميلة وبتحب الحياة. البحر والرملة والشезلونج هما الأماكن اللي بتلاقي فيهم راحتها، وكل صورها لو مش في برشلونة وهي بتعمل سياحة يبقى هتلاقيها على البحر. مقربة جدا من مامتها وفي نفس الوقت بتحكي معاها في كل حاجة خاصة بيها. تخيلوا ان مامتها عاشت تربيها ورفضت تتجوز لحد ما ملك بدأت تكبر شوية ويبقى ليها حياتها. بعدها خدت تجربة جواز قصيرة مع الفنان مصطفى فهمي وانفصلوا. دلوقتي متجوزة من تامر الصريفي، وعلاقة ملك بجوز أمها زي الفل، بالذات انهم متفاهمين جدا وعايشين مع بعض من سنة 2015. ملك بقى بتتابع السوشيال ميديا والاحداث كويس جدا، ومفيش حدث بيفوتها الا وتعلق عليه، وشايفه نفسها مدونه. ومن عارف يمكن تبقى بلوجر الايام الجايه. من فتره كده قالت انها فقدت عمودها الفقري، وتقصد هنا ستها الله يرحمها اللي هي السيده سهير ترك. ملك نشرت صوره ليها مع جدتها وهي صغيره، وقالت انها رغم رحيلها حاسه ان في حاجه ناقصه، وفي نفس الوقت شايفه ان العمر عدى بسرعه جدا. هي ما عملتش ذكريات معاها علشان كده حزينه عليها، بالذات ان ملك ما شافتش جدها فريد شوقي تقريبا، اصل ملهاش صور معاه. ومش بس ما عملتش ذكريات مع جدها وجدتها، دي كمان اتحرمت من رؤيه ابوها بعد انفصاله عن مامتها طبعا، ومن هنا الحياه اكيد جت عليها شويه في صناعه ذكريات ليها. لكنها دلوقتي عايشه الحياه بالطول وبالعرض، ربنا يوفقها في مجالها ونشوفها راقصه باليه قد الدنيا. بس تفتكروا بقى هي هتكمل في المجال ده ولا ناويه تشق طريقها في التمثيل؟ شاركوني رايكم في التعليقات.